تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أبلغ آية: تغيير جنس مولودي بالاستغفار. تغيير جنس مولودي بالاستغفار. تقول: كنت حامل في الأسبوع 22، ومنذ بداية الحمل كنت أطلب من الله أن يعطيني الولد، لكن طبيبي أكد لي في الأسبوع 22 إن المولود بنت، وكان متأكد جدا. عكفت على الاستغفار والصلاة على النبي وصلاة الحاجة إلى الشهر 8، ووقت عمل السونار أكد لي الطبيب إن المولود ذكر. الحمد لله، رزقت به ذكرا جميلا، وأسأل الله العظيم أن يرزقه تمام العافية، وأن يبارك فيه، وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. ما شاء الله ما شاء الله. يعني نبدأ بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني سبحان الله، لو أردت أن تتفقد هل يعني طبعا الدعاء يغير القدر، لكن الله قد كتب الأسماء. اليوم احنا كيف بدنا نفهم الموضوع؟ يعني من أي باب بدنا نفهم الموضوع؟ أن الله جعل في قلب هذه الأخت محبة، بدها ولد، يمكن عندها بنات أو بدها ولد على سبيل المثال، بدهاش تكبر عيلتها، بدهاش تكبر عيلتها، يعني تخلف لها 3-4 أولاد وخلصنا على سبيل المثال. أو جوز بيحب الأولاد على سبيل المثال، ممكن في جوز بيحب البنات. فالله زرع في قلبها حب ولد، إنه يكون ولد، وكان هذا السبب. يعني الطبيبة قالت لها بنت، لكن رأوا ولد، رأوا بنت بالسونار، فجعل هذا أنت سببك الدين، كان عندك سبب دين انك انت اجيت للاستغفار، وفلان كان سببه انه بينامش بالليل، وهذه الاخت كان عندها سبب انها بدها ولد بدهاش بنت. فهمت؟ فجعل الله يزرع في قلبها حب انها بدها ولد، وبين لها ان الاستغفار قد يغير. فهمنا كيف؟ فاخذها الله بهذه المصيدة انها تريد بدل البنت ولد، ولزمت الصلاة على رسول الله والاستغفار، فكفاها الله ما اهمها. هيك بنفهم الاحاديث، وهيك بنفهم كما ان عشان ابين اسدد واقارب، بدنا نسدد ونقارب، بدنا نفهم ديننا يا جماعة، بدنا نفهم كيف الله بيعملنا. يعني اليوم من قرأ سورة الملك في الليل، يعني عند النوم، سورة الملك هي الواقية من عذاب القبر، هيك بنعرف عنها من أحاديث رسول الله. طيب، يعني أنا إذا قرأتها وكنت غيبة ونميمة وإباحيات وسقطات سأدخل القبر بدون عذاب قبر؟ لا، افهم صحيح. سورة الملك بإذن الله ستكون بإذن الله كفيلة إنك أنت تحافظ عليها، والله يأخذك إلى حسن الخاتمة، إلى حسن الخاتمة، أن يختم لك بأعمال طيبة، صلاة في وقتها، بدون كذب، بدون إباحيات، بدون سقطات، تستاهل. الناس تشهد لك، ولكو يا عمي هذا راح، الله توفى الناس المليحة الطيبة وترك الناس السيئة، تشهد الله الناس لك على الخير ويتوفاك بحسن خاتمة. فهمت؟ وكان السبب انك انت صدقت رسول الله بحديث آية سورة الملك، فحافظت عليها، وكان كل فضل الله علينا. بس انتوا اسألوا الله وآتاكم الله من كل ما سألتموه. نستمر مع قصص المستغفرين. هنيئا هنيئا للمستغفر، والله مستغفر، نعم، للمستغفر. وإذا بدك تقول لحافظ كتاب الله بقول لك لحافظ كتاب الله المستغفر. بدك تقول لي المصلي بدك أقول لك المصلي المستغفر. بدك تقول لي يعني شيخ بالشريعة أو عالم، بقول لك العالم المستغفر، عالم ومستغفر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغفر، فأنت أولى أن تستغفر، لأنك أنت مغموس بالحرام. مين اللي قال؟ أنا؟ لا، مش محمد اللي قال الله إن يا عبادي، ما استثناش حدا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يعني يا عبادي، يعني كل العباد الذين هم عباد الرحمن الذين يمشون على هون، يعني في عندهم أخلاق القليلة، عندهم دين، هذول عبادي.
يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. في عباد وفي عبيد. العبيد كثر والعباد أقل شوي. والذين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنت بتقول سلاما ولا بتساوي طوشي؟ ما هي صفات، ما هي والله صفات. يعني صفات لما واحد بخاطبك بجهالة ويوجعك مش بتهجم عليه بتضربه. الله يسامحك، الله يسامحك، الله يعلمك، الله يفهمك. مش كلها طوش وكلها قتال. والله أنا أكثر ما يضايقني صراحة عندما أوجه كلامي لطالب علم شرعي ويظن أنه نبي من أنبياء الله. والله يظن أنه حاز على كل العلم. يلا نأخذ. أنا عمال أتصفح القصص عشان نصل لقصة. فالله يحكيكم. قصة أخت مستغفرة وصلت للأخت آلاء ومريم بصوت الأخت سديم. بارك الله فيها. حتى نسمعها يا جماعة. والله هذا فضل الله علينا عظيم. الذين يريدون أن يعملوا تطبيقات لهذه القناة كثار. الذين يريدون أن ينشئوا فهرس للقناة كثار. اقتراحات اللي يريدون أن يعني يترجموا ويدبلجوا الحلقات كثار. الذين يقتبسون من هذه القناة كثار. الذين ينشئون كتب إلكترونية كثار. لا ما طلبت ولا من واحد. هذه الأخت هي تريد أن تكون مشرفة. فلان يريد أن يترجم. فلان يريد أن يقول. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. ويعني هذا أمر الله، هذا أمر الله. يريد الله أن يغير، سيغير بالاستغفار، لأنه مستغفر بيستاهل الاستغفار. يعني ترك الذنوب. يلا نسمع هذه القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي آلاء على جروب التليجرام، وأختي مريم، وعمي محمد حجازي، حياكم الله جميعا وجزاكم الله خيرا على جهدكم وتقبل الله من الجميع. أريد أن أبلغ آية بتوفيق من الله تعالى. قصتي مع الاستغفار بدأت عندما سمعت قصة بنت سعودية كان عندها دين ما يقارب 80,000 ريال سعودي. قصة بنت سعودية كان عندها دين ما يقارب 80,000 ريال سعودي، ولزمت ورد الاستغفار 30,000، وكيف ربي سبحانه قضى عنها هذا الدين. وهذا قبل ما أصادف قناة العم محمد حجازي جزاه الله كل خير. فقلت في نفسي فعلا الاستغفار يحقق المعجزات. فقد كنت في مرحلة دراستي عندما أعجز عن شيء ألجأ إلى الاستغفار فيتحقق لي هذا الشيء، سبحان الله العظيم. لكن أخذتني الذنوب وأبعدتني عن طريق الحق، لا حول ولا قوة إلا بالله. حاليا أعاني من دين بحوالي 5,000 ريال سعودي، أرق علي حياتي وحوطني بالقلق والهم وأرق بالنوم، وطرقت كل الحلول وما في فائدة. لازلت متورطة أكثر بهذا الدين. والله سنوات وأنا ملتزمة في أوراد وأذكار مختلفة وصلوات ونوافل وصيام التطوع ورمضان ما أفرط فيه، وأقوم بالعشر الأواخر كل سنة. لكن كنت أقول في نفسي كيف ما توفقت بليلة القدر، وأبكي في كل ليلة من العشر بكل سنة، ويوم عرفة ما أفرط فيه، سبحان الله. لكن بفضل الله ورحمته يوم من الأيام كنت أقلب بين هذه الفيديوهات وصادفت فيديو دعاء قضاء الدين، وبكيت بقوة لأن عرفت أنه مش صدفة. الله سبحانه وتعالى عندما يريد بعبده الخير يسوقه إليه. كنت أبكي لأني قلت في نفسي أن الله سيفرجها علي دام ربي ألهمني معرفة هذا الدعاء، لأن هذا الفيديو إشارة وسبب أن أعمل به. أما إرادة ربي سابقة ونافذة، التزمت فيه ما في شيء تغير، لأن فعلا حياتي والذنوب اليومية ما غيرت فيها، وما حد نبهني بهذا الشيء. فقلت في نفسي أكيد في شيء غلط فيني، أما حديث ربنا سبحانه لا شك فيه، الغلط فيني. وحينها دخلت قناة العم محمد حجازي. سبحان الله الذي يسوق عبده للخير إذا أراد به الخير. كنت أسمع القصص وكيف لازم أستقيم بحياتي وأوقف ذنوبي وأراقب نفسي. بدأت الاستغفار
وكنت أوصل إلى 15,000 16,000، وأمطرت فعلا يوم واحد فقط، وكنت مش مستوعبة هل هو مطر عشان استغفاري أو مطر هكذا. وبعدها كنت مستنية فرج انقضاء الدين بسرعة لأنه مؤرق علي حياتي. استمريت على الاستغفار بنفس الأعداد إلى 10 ذي الحجة، شمرت بالاستغفار إلى 30,000 وأحيانا 32. فعلا حسيت فرق في روحي، سبحان ربي العظيم، كيف أنه النفس تنظف وتتعلق بربها. والله تغيرت حياتي نفسيا، لأن 30,000 استغفار بتكون بكل أوقاتك مستغفر. كل ما خلصت مهام البيت وأطفالي جريت للاستغفار. كل ما تقلبت بالنوم السبحة بيدي، بعز نومي بقوم أستغفر ويغلبني النوم، وهكذا. كنت أحس أني أتعامل مع الله سبحانه وتعالى كأول مرة، وأنا قريبة منه وأحبه كثير، وأني كنت سابقا قليلة أدب مع الله لأني كنت جاهلة بعزته وجلاله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وطريقة دعائي كانت بدون تعظيم لله سبحانه وتعالى. وجاهد نفسي كل يوم وأراقب ذنوبي وأندم إذا اقتربت شيء بدون قصد. ودلنا الله على فيديو صلاة التوبة، ما كنت أعرف فيها أبدا. بكيت من قلبي لأنه عرفت أن الله بيغفر لي دام أراد لي أن أعرف بصلاة التوبة، لكن الله سبحانه وتعالى يشتي يسمع صوتي. بكيت بحرقة وكنت أحلم كل يوم بالمطر. الآن صرت أسمع القرآن وكأني أسمع القرآن أول مرة، يهز قلبي الكلام وأتأثر من كلام الله، وأبكي لأن الله أراد أن يربيني وينظفني ويعلقني به. وصلت لدرجة أني أقول شكرا يا الله على هذا الابتلاء. وغير هذا زوجي كنت أنصحه سابقا وأتمنى يصلي الفجر بالمسجد، لكن كان يزيد نفور من الالتزام بالصلاة. هو طيب جدا لكن يعاند النصيحة في الصلاة وكذا. الآن بعد ما التزمت بالاستغفار التزم بصلاته جدا بدون ما أكلمه، ويصلي الفجر بالمسجد ويقرأ قرآن ومواظب على ورده، سبحان ربي العظيم. وبما يخص الدين لسه ما أنقذ، لكن فيني راحة بصدري إن ربي راح يفرجها. واليوم حلمت بصوت ينادي ستفرج ستفرج ستفرج. والله قمت فزيت من نومي من قوة الصوت، سبحان الله. ونهاية كلامي سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني أنا عمري 31 سنة، أنا كنت 30 سنة أنا كنت في مرة بسأل. ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. بس بدي أنوه لكلمة قالتها الأخت في القصة، إن كان من أحد الهموم التي يراودها هو هم أن زوجها لا يصلي الفجر مثلا بجماعة، ولا يصلي بجماعة، يعني ماخذ الدين هيك. لأنه كان من همها أن يستقيم أمر زوجها فالله قومه، لو لم يكن من همها ما قومه، عليه أن يعمل. وصلت؟ لما أنا في عندنا قصة لأخت أظن كانت بفرنسا، لا هي جزائرية أو مغربية، المهم تابت وتاب الله عليها ولزمت الاستغفار، وبدأت ما شاء الله زوجها كان يحشش، قالت يعني لا زال يصلي لكن يحشش. وبعد مدة بسيطة من الاستغفارها، لأنه كان همها أنه زوجها يترك ويستقيم، ترك التحشيش واستمر على الصلاة. فهمتوا كيف أن الله يعاملنا؟ فاجعل همك الأمة. نعم. وبهذا الباب بعدني وأنا أسمع هذه القصة، يعني أنا أتطرق كثير إلى أن أخاطب المشايخ عبر هذا الكلام، وأقول إنهم يعني يقفوا بالمرصاد لكلامنا، ويعني بقول الأمر أول شيء أولا وآخرا بيد الله، الأمر بيد الله. طب أنا بدل ما أنا أوجه لهم الكلام مثلا على سبيل المثال، أسأل الله أن يغيرهم، أن يبدل أحوالهم. يعني بس في بعض الأحيان يعني هم يتهجموا، يعني يقول لك لم يثبت، وهناك إخوة من المتابعين يقول لك يا أخي ما هو لم يثبت، قال عنه فلان الفلاني، أو المسبحة بدعة، أو كلام من الشكل تعلموه منذ الصغر ورسخ في قلوبهم، كلام علمه من الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني. ونريد أن نبين، ممكن تبينش. يعني كان في سؤال لحظة شوي،
يعني من باب السؤال، مش لم أجد التعليق أنا علقته إنه يعني كيف أنت بتقول مثلا أنا بتابعك وأريد من أين يعني بدك تنقرأ سورة البقرة مرة واحدة داخل البيت والثلاث مرات مش مهم وين. هو من باب التجربة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء كل الكلام نستند عليه لأحاديث رسول الله. من قرأ سورة البقرة في بيته لا يدخل شيطان 3 أيام. وأنا جربت وعشت. نعم يعني أفضل شيء أنك تقرأها يوميا، وإذا كان عندك 4 مرات فاجعل وحدي داخل البيت، وإذا كنت أنت مشغول وتخرج خارج البيت فاجعل لي على القليل أقل القليل. يعني احنا بنقرأها كل يوم ونختمها كل يوم، لكن أين وين الموضع، بأي موضع، في أي مكان. فأقل القليل كل يومين، والثالث يعني ما لا تتجاوز 72 ساعة يكون داخل البيت. داخل البيت. وأفضل شيء من المصحف، وأفضل شيء بصوت أنت تسمعه. وإذا كانوا 4 مرات في البيت أفضل وأفضل. نكمل مع قصص المستغفرين إن شاء الله. نسمع القصة إن شاء الله. السلام عليكم أختي شيماء، بدي أبلغ آية. أنا مستغفرة من 2 شهر تقريبا، من مواليد السعودية ومتزوجة وعندي طفل واحد ولله الحمد. وضعنا المادي الحمد لله ميسور، بس بعد ما نقلنا لبيت تاني صار في أجار وصار الوضع صعب، وراتب زوجي يا دوب يكفينا. بس الحمد لله على كل حال. أنا كنت بقرأ البقرة من قبل بس لسه مش مستمرة عليها. كنت بشيل هم الرزق والمستقبل، طبعا أكيد كله بإيد رب العالمين. وعندي كمان شغل تسويق، بس ما عندي مبيعات كتيرة، يدوب بالسنة من 6 ل 21 مبيعات. والله كنت في ضيق شديد. للأسف أنا كنت بتابع المسلسلات وبوقع بالذنوب. في مرة من المرات كنت بقلب بصفحات على التيك توك، لقيت تعليق بيقول استغفروا بأعداد كبيرة على طريقة عمو محمد حجازي. إجاني فضول أعرف مين هو عمو محمد حجازي، وانشغلت وما بحثت عنه. بس بنفس الوقت أخذت المسبحة وبلشت أستغفر، بس ما كنت أوصل لأعداد كبيرة. ورجعت بيوم بحثت عن قناة عمو محمد حجازي ولقيتها وتابعتها وبلشت أسمع عن قصص المستغفرين وقصص الاستغفار. قلت ليش ما أنا أبدأ كمان بأعداد كبيرة، لعل الله يفتح علي. والله من أول أسبوع إلي بالاستغفار لقيت الراحة والسكينة والطمأنينة، وكنت أقول سبحان الله، من الاستغفار أنا لقيت الراحة. يا الله ما أعظمك. وفي مرة بعد قيام الليل وصلاة الوتر دعيت الله، قلت يا رب إذا كان استغفاري صحيح بشرني برؤية. وفعلا نمت وشفت المطر بالمنام 3 مرات ولله الحمد. والتزمت بسورة البقرة بعد الاستغفار بأسبوع، والله العظيم ولله الحمد شفت الراحة والسكينة والهدوء، حتى جاءتني أخبار قوية. والله كنت هادية وما انفعلت أبدا مثل قبل، وبداخلي بقول يا رب يا رب ألطف. والحمد لله تركت المسلسلات، تركت ذنب كان دائما لازم، بس بفضل الله ثم فضل الاستغفار تركته وصرت ملتزمة بالصلاة. حتى إني بنتظر الصلاة بعد الصلاة، يا رب لك الحمد. صرت ملتزمة بصلاة الوتر وصلاة الضحى والسنن والرواتب، صارت العبادات سهلة وميسرة. صرت أتصدق أسبوعيا ولله الحمد. تسهلت الطاعات إلي بعد الاستغفار، وهاي الثمار أنا قطفتها لحد هلأ. وعندي مبشرات كمان، رح أحكي لكم قصتي بعد ما أقطف باقي الثمار. وأوصيكم يا إخواني بلزوم الاستغفار، والله العظيم إنه رح يغيرنا. وأسأل الله الثبات إلي وإلكم. الله يجزيكم الخير يا أخت شيماء، والله يجزي عمو محمد خير، عمو محمد حجازي. والسلام عليكم. نأخذ قصة أخرى إن شاء الله، ونعقب على كلام مهم جدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا أستاذ شيماء، مشرف عام تليجرام بلغوا عني ولو آية؟ كيف حالك عم محمد حجازي؟ الله يجزاك الخير ويجزي المشرفة الأستاذة شيماء خير الجزاء، وكل من نشر آية عن الاستغفار أو غيرها. أخوكم من سوريا، بدأت بمتابعتك منذ 9 أشهر تقريبا، وأود أن أقول لكم عن قصتي في الاستغفار. بداية أود أن أقول لكم كيف الاستغفار قربني إلى الله عز وجل.
وجعلني ألتزم بالصلاة والدعاء والذكر، لأن هذا أهم شيء. القرب من الله عز وجل هو أهم من كل شيء في الدنيا. بدأت الاستغفار وأنا كنت في حالة نفسية سيئة جدا، وأعاني من عدة أمراض ومشاكل، وكنت خائف، ونفسيتي تتأثر على دراستي بالجامعة، وأرسب ببعض المواد، لكن لزمت الاستغفار بأعداد متفاوتة، وكنت أرى البشارات بالمنام، ورأيت المطر بالواقع. ثم أتى رمضان وقسمت في رمضان إلى عدة أذكار، منها الصلاة على النبي يوم الجمعة، والحمد لله، والحوقلة، والتسبيح، لكن أغلب أيامي كانت استغفار. وكنت أدعو دائما برمضان بكثرة، وأذهب للجامع يوميا قبل أذان المغرب وأدعو، واثنتين من هذه الدعوات استجيبت بفضل الله وكرمه. واحدة منها استجيب بنفس اليوم. كنت أعاني من وجع في الرأس قوي لمدة أشهر، ولم أعرف ما الحل له، فدعيت بالشفاء. ثم عدت للمنزل وعملت مساج خفيف لركبتي، ثم ذهب وجع الرأس بدقائق. وجع شهور الحمد لله ذهب بدقائق بعد عودتي فورا من الجامع. ثم انتهى رمضان وبدأت امتحاناتي، وكنت خائف أرسب بها لأن حالتي النفسية كانت سيئة جدا، ولم أكن أدرس بسببها، لكن الله استجاب لي بفضله ونجحت بكل المواد. والله سخر لي عباد من عنده يساعدونني أنجح، ونجحت بمعجزة عجيبة جدا، لأني كنت مقصرا جدا جدا بسبب نفسيتي، والآن نفسيتي صارت أحسن بالرغم من أن كل مشاكلي ما انتهت. بس واثق أن الله عز وجل سوف يستجيب لي، وفي سكينة بقلبي. وأيضا كنت أحلم بكوابيس ولم أعد أحلم بها. وأهم شيء اليقين مع الدعاء والاستغفار، لأن الله إذا وعد بشيء لن يخلفه، وهذا جزء من الإيمان بوعود الله وكلامه من غير تفكير، لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. أرجو من العم محمد حجازي وكل من سمع قصتي يدعو لي بالشفاء والرزق والزواج ورفع البلاء. وأود أن أشكر العم محمد حجازي وكل من ساهم بنشر آية الاستغفار، والحمد لله والشكر لله على كل النعم. أخوكم من سوريا محدثكم محمد نزال، أحد مشرفي بلغوا عني ولو آية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخي محمد نزال، بارك الله فيك وفتح الله عليك، وشكرا للأخ السوري الذي سرد قصته. بدي أسأل سؤال: هل تفكر يوم أن تتوقف عن الطعام والتنفس؟ هل تفكر يوم أن تتوقف عن الطعام وعن التنفس؟ إذن هذا لبدنك، طعام وتنفس لبدنك، ولحياتك الاستغفار. لماذا تفكر إني أنا عندما يقضى ديني سأتوقف؟ يعني عندما أشبع ما عدتش أكل ولا مرة، مخلص التنفس. من فات قرر هيك؟ والله لو إن أخذت الاستغفار كأنه طعام أو كأنه النفس الذي تتنفسه، ولن أتركه. صحيا صعبة مش صعبة، لا يمكن أن تكون صعبة، لا يمكن، لأنه يأتي لك بكل خير، كل الخير لما أنت بتتركه، وكأنك تبدأ من جديد، بتعود الكرة من جديد. فتعامل مع الاستغفار أخي كأنه النفس أو الطعام الذي لازم تضلك مستمر عليه، ملازم للطعام. أنت دائما بتوكل فطور غداء عشاء، ويلا فطور غداء عشاء، وفي بالنص وجبات صغيرة وهكذا. والتنفس أنت شاهق وزفير، شاهق وزفير كل الوقت. طب الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بدك كل شيء معا، صحة وعافية ومال ورزق وعلم وفهم وكل شيء. طيب هي هذول الأمور طبقهن. بارك الله فيكم. للمتابعين تنسوش انكم تدونوا في قنوات الآخرين، تابعوا الأخ محمد حجازي، تابعوا محمد حجازي عشان الناس تهتدي كيف تطبق الاستغفار. لأنه هناك في قنوات قصص تسرد قصة وفلان قضى عنه دين. طيب جميل، سردت القصة، طيب كيف نطبق الاستغفار الذي نقضي فيه الدين؟ ما فيش طريق. قصوا لك القصة.
أنا كنت أستغفر 20,000 استغفار والله قضى عني دين وكذا وكذا. طيب ما هي المدة، ما هي الصيغة، ما هي هذا القنوات التي تتحدث عن قصص المستغفرين ولا تتحدث عن خارطة الطريق الاستغفار. يا جماعة في عندي قصة تدمد القلب لأخت، يعني أنا مش متأكد إذا بتسمعوها بتصفنوا، يعني بتقولوا يا الله. يعني هاي الأخت مطحوني طحن طحن طحن، يعني بالصحة وبالعافية مطحوني يا الله، توقف حيران. بس يا أخي أنا مثلا بحكي عن نفسي، كنت مطحون طحن طحن. صحيح أنا لابس ملابس جميلة وعندي متجر وعندي لكني كنت مطحون طحن، وأقول يا ريت لو أنه في زلزال يخلص علينا ريحنا، لو في زلزال هيك يهدم الأمر وتخلص الدنيا أفضلنا مليون مرة مما نحن فيه. مش عارفين نخلص، مش عارفين، إلى أن جاء اليوم الذي تكلمت فيه عن قصتي. تركت كل شيء من الذنوب، قبلت على الله بكل، اطرق الباب الله بكلك، كل باب خير بتعرفه اطرقه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. تغير يا جماعة، سنين يا أخي، يا جماعة والله سنين. فأنا لما بسمع واحد الله لم يفتح، يا أخي هل تطرق كلك هكذا تطرق باب الله، ولا تقطوق بتساوي وبتروح تعبان بستغفر 5000 وقاعد كل الوقت غيبي ونميمي وتيك توك الله يرى يا جماعة. يعني حرام انك تقص قصتك انك انت من لم تجد وانت بتتسلى، بدك تشد على قد اللعب اللي لعبته زمان، وكنت تتهاون في الصلاة وتتهاون في الكلام وتتهاون في الذنوب وتتهاون في التجرؤ على الله، ويقولوا لك دير بالك يا أخي اتق الله خاف الله، على انت هون ستدفع ثمن. جميل، وهذا فضل الله علينا أنه بيقبل التوبة. بدك تفهم كلام أكبر من هيك. يعني كانوا مش عارف الأسماء على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هن الصحابة الذين عايشوا الرسول عليه السلام، مش يعني الصحابة كلها رضي الله عنهم، ما في كان منهم منافقين. كان في 3 أظن نزلت آيات على رسول الله وتمسخروا وقالوا هذا كله كذب. فجاء جبريل رسول الله وتلا آيات تتلى إلى يوم القيامة: لا تعتذروا اليوم قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآيات تخصهم. قالوا يا رسول الله كنا نمزح، قد كفرتم بعد إيمانكم، خلاص كتبهم الله من كفار. سبحان الله. دير بالك انك انت تتمسخر مليح، هذول ما تبش عليهن، ما تب عليهن. قد كفرتم بعد إيمانكم، خلصت، انتهى الموضوع، ختم عليهم. وانت الحمد لله اللي بيقبل الله منا توبتنا. يمكن انت اذا واحد اساء اليك لا ما بتسامحه، واحد اساء اليك سبك شتمك ضرب لك السيارة وانهزم وهرب، ما بتسامحوش، بديش اسامحه، يوم القيامة بدي القاه. والله لو كان الله يعاملنا هكذا كان اكبنا كلنا في جهنم. فمن رحمة الله انه بيسامحنا. والمسامحة مش معناها انك ما تعملش ولا شيء، يلا انت شاطر وجميل وخلاص الارزاق بدها تجيك، بدك تعمل، بدك تسدين، بتروح على البنك بتطلع في ال اوفر درايف تاني، بتاخذ فلوس بالدين، ما بقولكاش البنك جميل خلاص احنا بنمحلك اياه وانت بلاش من اول، بدك تسد. بتروح على الدكان بتشتري على البقالة بتشتري وبتقول له دين لي اياه لاخر الشهر، وبيتراكم وتصيروا $10,000 على سبيل المثال. ما فيش الله يسامحك، بدك تسد، بدك تعمل اكثر وتشتغل اكثر ترجع اللي اخذته، وهكذا. ليش؟ يعني انت بلاقي حالك انك فهمت غلط، فهموك غلط. يا اخي مليح اللي الله بيقبلنا ان نتوب، مليح اللي الله بيقبلنا انه احنا اذا ذنبنا انه نروح نعمل عمل ونسد.
يعني هبت على سبيل المثال الله ما بيقبل، والله ما تعمل 100,000 عمل لا أريد، لو الله قال لك لا أريد عملك بقبلوش منك خلاص راحت عليك، وشو تسوي؟ شو نسوي؟ انت بتخيل لو ان اقترفنا ذنب والعياذ بالله وهذا لا يغفر، خلصت راحت علينا. يعني حتى الشرك ان تبت منه يغفره الله، يقبل منك، لكن مش معناه انك انت خلص بدك تتوب تبدا عمل جديد وتركض 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 حتى تسد ديون ذنوب. انت فكر يعني انت واجد انت احنا وكان عاملين معروفين لله ان بنعبده. والله يعني انا بصلي كمان ركعتين وكانه بنعمل معروفين لله. يعني في واحد بيشتغل، اثنين بيشتغلوا، خلينا نقول اثنين بيشتغلوا، واحد بيشتغل وحارم حاله لكن عامل توفيرات للمستقبل، وعامل مكيف إلا بقبضه الراتب اللي بأخذه بطيره بكيف رحاله أكله وشرب، لكن إن صار شيء بعد مدة هذا لا يستطيع أن يتقدم ولا سنتي. ولكن الآخر بده يعمر في فلوس للعمار، لزواج أولاده، لكل شيء، جمع حرم حاله وعمل كثير. وهكذا انت لما انت بدل ما تصلي مثلا الفرائض بتزيد فيهم في النوافل، بدل ما تستغفر 10,000 بتستغفر 20,000، بدل ما تقرأ جزء بنقرأ سورة البقرة والجزء، بدل ما نتصدق بالدولار نتصدق ب$10، كله إلك كله بهاي الحصالة موجود، كله إلك. فهنيئا من وجد في صحيفة استغفارا كثيرة يعني صدقات الرجل في ظل صدقته يوم القيامة. مليح الله يقبلنا والله. فلا تمنوا على الله انك انت جاي ولو انت الفرج، مليح الله قبلنا. يعني يوما ما سيدنا جلبيب وكان يعني رجل مش جميل، مناش نقول شيء اكثر منك، مش جميل شيء اطلاقا، وأراد أن يتزوج، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصة بعجالة، يعني يا رسول الله زوجني، فدلوا على فتاة جميلة جدا في مكان الفلاني، راح بده يخطبها، فنظر الرجل أبوها فظن أنه جاي يخطبها لرسول الله، فقال له لا إلي، قال له إلك لا، يعني ما هو مش جميل، شيلي يعني بدناش نقول كلمة لا تليق بصحابي جليل. وهذا الصحابي البنت سمعت من وراء الستار فركضت وقالت يا أبي أنا قبلت، أتريد أن ينزل الله فينا قرآن ترد كلام رسول الله؟ فقبلت. سبحان الله، في يوم زفافه ذهب لمعركة، ناش نسمي الكلمة، ذهب إلى معركة وهناك قتل فيها، ناش نسمي الأسماء تعرفوا عشان المحرك البحث لا ينشر. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته من الحور العين جاءت تأخذه، لكن شوف البنت أطاعت رسول الله من وراء الستار، قالت له يا أبي أنا قبلت، وخافت أن ينزل الله فيها قرآن كما نزل في أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتوى المغيرة عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هذا كان ابن زنا، أبو وليد ابن المغيرة. نعم، أبوه ما كانش ينجب الأولاد، فبعث أمه عند رجل عشان تنجب، وهكذا ففضحه الله بعد أن نعت رسول الله أو وصف رسول الله بأوصاف ساحر وكاهن وهكذا، ففضحه الله وذهب إلى أمه وقال، يعني سل سيفه وقال الآن تقول الحق، هل ما قال محمد وكتاب محمد حق؟ قالت له حق، أنت أبوك بينفعش لا ينجب الأطفال. فهمتوا؟ سبحان الله. جميل إنه الواحد إنه الله يقبل توبته ويقبلها ما لم تقرقر، يعني ما زال في نفس. اجعلوا الاستغفار أنفاسكم، تسعدوا وترضوا ولا تستعجلوا، قولوا مليح الله قبلنا، لا تقول أنا يئست من ماذا؟ لك هذا كله الدمار أنت دمرته على حالك. يعني كالذي كان الطريق من هنا في طريق وكان يرمي كل قاذوراته في هذا الطريق، يرمي هذه القاذورات في الطريق. يوما ما كانش مقرر انه يخرج الى الشارع، يوما ما قرر انه بده يخرج، لاقى الطريق يعني جبل
من القاذورات سكر على حاله الطريق، عليه أن يزيل القاذورات هذه حتى يفتح الطريق، ولا سكرها وانت سكرتها حالك الأرزاق بهذه الذنوب، فعليك أن تزيل هذه الذنوب، انت اللي عملتها، ما حداش عمل لك إياها. الله يحييكم، بالاستغفار كل شيء بيتغير. ولما بتصل للفتوحات من علم، من أنوار الهداية، من خشوع في الصلاة، من استجابة الدعوات، من أرزاق، من هدوء نفسي، من طمأنينة، من قرب، ستجد نفسك يعني سبحان الله كل أحاديث رسول الله التي تخص المؤمنين تنطبق عليك، كل آيات الله التي يتكلم فيها عن المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا هو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا ستجد كله. السلام عليكم.